ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا تسلا موديل واي، هنعمل لها ريفيو تفصيلي، هنتكلم على الاكستيرير والانتيرير والموتور وهنسوقها كمان. يلا بينا. طيب هنتكلم بقى اول حاجه على التسلا الموديل واي من قدام. نتكلم على طبعا شكلها كله من بره. العربيه الموديل واي دي هي الشكل الاس يو في او الكومباكت كروس اوفر اللي من الموديل 3. هتلاقيها قريبه جدا من الموديل 3، بس الموديل 3 هي السيدان. لو خدتوا بالكم ان الفانوس بتاعها اللي هو فول ال اي دي هو نفس الفانوس او تقريبا قريب منه جدا زي الموديل 3. في نفس الوقت الاكسدام طبعا بتاع التسلا المعروف اللي هو مقفول وما فيهوش اي حاجه خالص، فده الموضوع ده بيخلي ان العربيه تبان ان هي كهرباء وما فيهاش اي فتحات تهويه زي ما تبقى عربيه بنزين. وفي نفس الوقت هتلاقي برضو الفتحات دي، واللي هي الفتحات دي اصلا بتخش توصل عند الكاوتش عشان برضو تبرد الطنابير والتيل بتاع العربيه. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين العربيه دي كهرباء، فالعربيه دي فكرتها ان هي ما فيهاش موتور قدام. العربيه قدام في حاجه اسمها فرونك. الفرونك دي هنحاول نفتحها دلوقتي مع بعض. انا فتحت لكم الباب، فيها شنطه من قدام. الشنطه دي هوريها لكم دلوقتي. الشنطه دي حجمها كبير وحلو جدا ان انت تستخدمها في الحاجات اللي هي مثلا اكياس او شنطه مثلا صغيره. حجمها 117 لتر، فطبعا حجم ضخم جدا. وفي نفس الوقت الحاجات دي خلي بالك ممكن ما تلاقيهاش في الاي دي 4 او الاي دي 6 اللي انت ممكن تكون بتقارنها وانت بتشتري التسلا او الاي دي 4 والاي دي 6. فطبعا العربيه زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجه تانية خالص، ما فيش غير السيل اللي فوق ده عشان يحكم الشنطه دي ان ما يخشش فيها اي ميه. وفي نفس الوقت في بس ان انت تقدر تحط ميه للمساحات. هي دي اصلا الصيانه اللي تقدر تعملها للعربيات الكهرباء. هنتكلم طبعا على الكلام ده كله واحنا ماشيين بالعربيه واحنا بنتكلم على الموتور والصيانات بتاعه العربيه الكهرباء. طيب جينا بقى نتكلم على جنب العربيه. زي ما انتم شايفين العربيه كومباكت كروس اوفر، عربيه عاليه يا جماعه. يعني انا طولي برضو مش قصير، فنفس الفكره. العربيه دي عاليه وعاليه عن الارض كمان. طولها 4 متر 75، فالعربيه يا جماعه طويله. في نفس الوقت ده مديها مساحات جوه. لو هنتكلم على واحده واحده كده من الاول للاخر، العربيه دي بتيجي بجنط 19، وممكن كمان بتيجي لما انت بتشتريها من الويب سايت تقدر تحط الجنط ال20، وكمان البرفورمانس تقدر تحط لها جنط 21. فطبعا الجنود دي كبيره والكاوتشات دي غاليه ولازم طبعا تحافظ عليها، بس في نفس الوقت البروفايل بتاعها كبير. يعني العربيه دي الكاوتش ده 255 على 45، فطبعا بروفايل عالي والكاوتش عريض، فده مخلي برضو العربيه هتلاقيها في السواقه مريحه جدا. تعال بقى نتكلم على الحاجات التانية. العربيه دي زي ما انتم شايفين فيها كاميرات، فيها 8 كاميرات. الكاميرات مش طبيعيه في العربيه دي. العربيه دي بتسجل كل حاجه وانت سايق، وفي نفس الوقت لما بتيجي تدي اشاره الكلام ده كله بتلاقيها بتجيب لك على الشاشه من جوه ان هي شايفه من جنبها، او ان انت تاخد بالك برضو عن طريق الشاشه. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين المرايه اللي هي طالعه لبره شويه بارزه زي الموديل اس والموديل اكس والكلام ده كله. والمقابض بتاعه البيبان زي ما انتم شايفين ان هي سيملس كده، بس هي مش بتبوب اب، انت لازم انت اللي تدوس عليها عشان تفتح. تمام زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت الباب كبير، والازاز طبعا زي ما انتم شايفين ان هو ازاز ده اللي هو دبل جلاس، فطبعا ده بيساعد على العزل جدا، مع ان العربيه اصلا الازاز بتاعها فريملس. فتخيلين العربيه ان هي اس يو في او اللي هي كومباكت اس يو في او الكروس اوفر، وفي نفس الوقت البيبان فريملس. الموضوع ده حلو ولذيذ. لو خدتوا بالكم كمان ان ال8 كاميرات، في كاميرا هنا كمان اهي. لو في طبعا العربيه دي مثلا وهي واقفه بالليل بيبقى زي ما تقولوا كده فيها مود ان هي ضد السرقه والكلام ده كله. ساعات بتعمل لما تاخد ان في سسبيشس مثلا حد بيتمشى حواليها ومش عارف ايه ده، يبدا العربيه بتبدا تعمل ريكورد عشان ان هي تبقى واخده بالها. والحاجات دي كلها لو انت فاتح الابلكيشن بتقدر تشوف الكلام ده كله. لو جينا كمان دخلنا في القعده اللي ورا، هصور لكم الكلام ده كله. الدخله بتاعته مريحه جدا والباب واسع، وممكن كمان تحس ان انت مش هتخبط وانت داخل، مش زي العربيات اللي هي ايه لما تبقى كوبيه او اللي هي جران كوبيه اللي هي الازاز فريملس، مش هتلاقيها كده. بس وزي ما انتم شايفين كمان ان العربيه زي ما انتم شايفين ان هي مسحوبه سحبه حلوه قوي. العربيه تحسوها يا جماعه ان هي روشه جدا، مش ان هي عربيه عائليه. فده طبعا مخلي ان العربيه دي فيها 2 اوبشن، ان العربيه دي ممكن شباب يركبوها، في نفس الوقت ممكن عيله مكونه من 5 افراد يركبوا في العربيه. فالموضوع ده حلو قوي. طيب لو جينا بقى على ظهر العربيه، زي ما انتم شايفين كده ظهر العربيه مسحوب قوي.
الموضوع ده مخلي ان العربيه تحس ان هي الشنطه نازله لتحت شويه، بس في نفس الوقت العربيه دي يا جماعه انتوا مش متخيلين شنطتها عامله ازاي. تعالوا نفتح الشنطه ونبص مع بعض كده. لو فتحنا طبعا الشنطه بتاعتها دي كهرباء، وتقدر تفتحها برده من الشاشه جوه. جماعه الحجم الشنطه مش طبيعي، انتوا مش متخيلين حجم الشنطه ده داخل في 500 في 850 لتر او 854 لتر، فطبعا حجم الشنطه ضخم. لو انت كمان في زراير هنا ان انت تقدر تتحكم في الكراسي الكنبه اللي قدام وتنزلها كمان اللي هو 60 40 اللي هو يعني الاثنين او واحد بس. فطبعا الموضوع ده حلو جدا، وفي نفس الوقت كمان في ستورج تحت تقدر تخزن فيها كميه حاجات مش طبيعيه، حتى لو انت مثلا الكيبل بتاع الكهرباء الكلام ده كله. فهي الشنطه التسلا الموديل واي من احسن الاحجام الشنط اللي انت تقدر لما في الفئه دي تيجي تقارن ما بينها وما بين العربيات التانيه. لو احنا برضو اتكلمنا على الفوانيس اللي ورا، الفوانيس اللي ورا زي ما انتم شايفين كده ان هي شبيهه جدا باللي هي الموديل 3، وفي نفس الوقت برضو بتقدر اللي انت تحط او تشحن العربيه عن طريق اللي هو الحته اللي هي تقدر الوصله، يعني الكيبل اللي انت بتحطه في الفانوس هو بيبقى مندمج مع الفانوس. طيب لو دخلنا بقى قعدنا في الكنبه اللي ورا بتاعه العربيه، معلش في دبان شويه الموضوع رخم، بس ايه احاول اشرح لكم كل حاجه من غير ما الدبان يضايقنا. طبعا الكواليتي ممتازه جدا، في نفس الوقت هنا في سوفت تاتش حلو، هنا عندك شبيه الالكانتارا، فطبعا ده مخلي الباب شكله حلو جدا. في نفس الوقت طبعا البيبان كلها هنا كهرباء، يعني لما تيجي تفتح الباب مش بتفتح اكره، بتفتح زرار. فطبعا الموضوع ده خلي بالكم ان بيبقى فيه امرجنسي بتقدر تتحكم فيها، ان انت من تحت هنا كده تزق تفتح زي سلك يفتح لك الباب برضو لو الزرار ده او البطاريه مثلا نامت او الكلام ده كله. هنتكلم في الموضوع ده بعدين. طبعا القعده بقى جوه قعده حلوه جدا، اللاج روم حلو قوي، الهيد روم طبعا ممتازه مفيش نقاش عليها. طبعا السقف المفتوح كله بانوراما، ما بيفتحش طبعا على الاخر اللي هو سان روف، بس ايه متفيم شويه كده وشكله لذيذ. عندك هو فتحتين تكييف هنا بفتحتين تايب سي، وكمان عندك هنا كمان المسند اللي هو الارم ريست هنا لذيذ، وفي كاب هولدرز في النص بالظبط، فده كمان مخلي المكان هنا كويس. خلي بالكم العربيه دي كهرباء فما فيهاش اصلا نفق فتيس، فطبعا القعده هنا مريحه جدا. يعني انا لو جيت قعدت في النص الموضوع ممتاز، يعني انا قاعد مرتاح، لو حد قاعد جنبي هنا وحد قاعد جنبي هنا هتلاقي الدنيا لذيذه، مش هتبقى متقدر في اي حاجه. عندك برضو هنا في ليدات، وكمان هنا زي ما تقول اللي هي الشماعه اللي تقدر تحط عليها حاجاتك، كيس او مثلا بدله او الكلام ده كله. فطبعا الاوبشنز برضو حلوه ولذيذه في العربيه من ورا. طيب لو جينا بقى قعدنا في القعده الكرسي اللي قدام في التسلا الموديل واي، طبعا هي نفس الموديل 3. انا اصلا هعمل لكم ريفيو برضو الموديل 3 عشان برضو نشوف ايه الفروقات والكلام ده كله، بس قلت ابدا بالموديل واي عشان هي الاكبر والكلام ده كله، وفيها اوبشنز برضو ان هي البراكتيكاليتي بتاعتها او ان هي اوسع ده احسن بكتير. فالتسلا معروفه زي ما انتم شايفين كده اللي هو الموضوع هادي جدا كلاسيكي جدا، مفيش اي حاجه في التابلو ده غير الشاشه دي. الشاشه دي تقريبا فيها كل حاجه انت محتاجها، من اول العربيه ان انت تفتح الشنطه لحد ما ان انت تعمل اصلا الاوتو بايلوت والعربيه تسوق لوحدها. طبعا الدركسيون زي ما انتم شايفين ما فيهوش غير زرارين بتتحكم فيهم في حاجات معينه، وكمان الكواليتي بتاعته حلوه، والكواليتي بتاعت البيبان برضو حلوه جدا، في خشب كده حلو حواليك زي ابانوس كده بس فاتح شويه، فالموضوع لذيذ. وكمان زي ما انتم شايفين اللي هو الفتيس اللي هو زي بتاع مرسيدس اللي هو بيبقى من الجنب هنا تقدر تتحكم فيه، اللي هو البي والار والان والدي كله موجود هنا. هنا بقى برضو المساحات والاشارات مش محتاج اكتر من كده. الشاشه بقى هي اللي مليانه اوبشنز، مليانه كل حاجه وهوريها لكم دلوقتي، بس تعالوا نتكلم كده ايه سريعا على البراكتيكاليتي او المساحه اللي في العربيه. عندك 2 كاب هولدرز هنا، عندك فتحه هنا كبيره قوي، بصوا انا دخلت ايدي لحد فين. عندك هنا طبعا 2 وايرلس تشارجر، في نفس الوقت هنا تقدر تحط ازايز ميه كبيره تقدر تحطها ومرتاحه جدا. كمان عندك كمان الارم ريست ده تحتيه برضو في ستورج حلو جدا. عندك كمان الجلاف بوكس اللي هو قدام في التابلو، وده كمان ما بيشتغلش غير من الشاشه. تعالوا نشوف القصه دي كلها كده بسرعه. لو كنترولز اهو، لو دوست على الجلاف بوكس تلاقي الجلاف بوكس فتح، فطبعا الموضوع ده لذيذ شويه. وفي نفس الوقت لو هو
انت متقدر وعايز تنجز تفتح جراف بوكس، لازم تقعد تفتح الشاشه وتقعد تقلب والكلام ده. في ناس تلاقيه رخم، بس لا، وفي نفس الوقت هي برضو اوبشن لذيذ. انا بالنسبه لي عادي، شايفه عادي. وخلي بالك كمان ان الجراف بوكس ده ممكن تعمل له بين كود او باسورد عشان مش اي حد يفتحه غيرك، فدي حاجه حلوه. طبعا الشاشه برضو هنا في كاميرا جوه للعربيه، وفي نفس الوقت طبعا اللي هي المرايه اللي هي بتعمم دي، ولا مش عارف اسمها ايه والله يا جماعه، بس اللي هي ايه الكترونيه يعني. بس فالكواليتي ممتازه، كانك قاعد في عربيه بريميوم. السماعات برضو حلوه، الماجنتيك اللي مثلا هنا كله تحسه حلو. بص الليدات بتنور على المرايه، الكلام ده كله بيخلي ان العربيه طبعا وانت قاعد، لا العربيه غاليه وفلوسها فيها، وفي نفس الوقت انت مستريح ومبسوط. طيب احنا بقى هنتكلم واحده واحده كده على الشاشه والحوارات بتاعت الشاشه دي. حاول نملكوا كده واحده واحده الشاشه دي بتتعامل بايه، وبتقدر تتعامل يعني تتصرف في ايه بالظبط في العربيه، وايه كمان الانترتينمنت. دلوقتي انت لو دخلت على العربيه نفسها، طبعا النافيجيشن، العربيه دي صيني فللاسف النافيجيشن مبقاش شغال في مصر. لكن لو العربيه ميدل ايست اللي هي بتيجي من الامارات، تقدر تلاقي النافيجيشن شغال. بس غير كده تقدر تعمل حاجات كلها تقريبا في العربيه. دلوقتي مثلا زي ما انتم شايفين ان انت تقدر تتحكم في الفرونك والترونك وكمان الشاحن والكلام ده كله. يعني انا لو دوست كده المفروض الشنطه تقفل. بص الشنطه فعلا، الشنطه ورا قفلت. وزي ما انتم شايفين الباب مثلا اللي هم مبابين دول مفتوحين، بس ما اعتقدش تقريبا ان انت تقدر تقفلهم كده غير في الموديل اكس والموديل اس. دلوقتي زي ما انتم شايفين ان انتوا تقدروا تتحكموا في الانوار كلها. يعني انت تقدر تتحكم في الانوار، تتحكم في الجلاف بوكس، الويندو لوك، التشايلد لوك، تقفل المرايات كمان. ولو عايز تقفل المرايات في الوقت في اللوكيشن اللي انت فيه، لو عايز تتحكم في الويند شيلد الوايبرز دول برضو سرعتهم تقدر تتحكم فيه. طبعا الموضوع ده ساعات بيبقى رخم لو انت في الموقف وعايز تعمل الموضوع ده في اسرع وقت، ما بيبقاش سهل زي ما وانت قاعد وبتظبط الدنيا. السنتري ده اللي بقول لك عليه، اللي هو وهي عربيه بالليل وفي حد بيقف جنبها مثلا او كده، ففعلا تقدر هي تعمل ريكورد بالليل. والستيرنج تقدر تتحكم في الستيرنج عن طريق الزراير اللي هي عندك دي. بص تقدر تعملها فوق وتحت، وتحكم كمان يمين اللي هو بره جوه ولا بره. في نفس الوقت كمان عملت بص يعني دوست ريستور، رجعتني للديفولت بتاع العربيه. وكمان المرايات بتقدر تتحكم عن منها برضو من الشاشه، بتقول لك تحكم بالزرار اللي في الدريكسيون ده ان انت تظبط المرايات، وبرضو بتسيفها على اللي انت فيه. فكل حاجه بتقدر تتحكم فيها هنا. البادلز الاكسلريت ان انت تقدر بقى تشيل ولا ستاندرد، الستيرنج الدريكسيون يبقى سبورت ولا لا، ستوبينج مود برضو، ريجنريتيف انرجي الفرامل ان هي توفر لك كهرباء ولا لا، التشارجنج بيقول لك كل حاجه، وان انت تتحكم برضو في الامبير اللي داخل في العربيه. كل الحاجات دي بتقدر تعملها. في نفس الوقت الاوتو بايلوت، وان انت تقدر تظبط الموضوع. الاوتو بايلوت هنا ممتاز جدا، وتسلا كلها معروفه بحوار الاوتو بايلوت لحد ليفل 3. يا جماعه ليفل 3 اللي في امريكا ده دلوقتي العربيه ممكن تطلع في تقاطع وتقدر تعدي وتسيب العربيات تعدي وتخش ما بين العربيات كمان لو هي حافظه الطريق كويس. هنحاول نجرب الموضوع ده برضو واحنا سايقين. فزي ما انتم شايفين طبعا كل حاجه موجوده في العربيه ومش طبيعيه، جميله جدا المواضيع دي كلها. عندك كمان ممكن بقى ايه تتحكم تلعب لو انت وانت بتشحن وزهقان، فممكن تلعب لعبه. انتوا متخيلين الموضوع واصل لايه؟ او كمان تتفرج مثلا على نتفليكس والكلام ده كله لو انت قادر تظبط الموضوع ده وتكونكت العربيه للانترنت. وزي ما انتم شايفين كمان موضوع التكييف. تكييف يا جماعه زي ما انتم شايفين الخط ده كله تكييف العربيه. تقدر تتحكم في العربيه في التكييف بتاعها. بص من هنا كده وتفتحها لبره، بص تفتحهم لبره كده وتقربهم لبعض وتوزيله فوق او تحت. عايز تعمل ريسايكل، لو عايز تعمل اي حاجه فيها بقى حوار حلو جدا. بص الموضوع ده الدوج، ان انت بتدوس الدوج مود ده. الدوج مود ده لذيذ في ايه؟ ان انت لو عايز تسيب العربيه فيها كلب مثلا، فتسيبه يقدر يظبط لك التمبريتشر عشان ما يختنقش ولا حاجه. والشاشه كمان بتفتح تقول ان العربيه دي فيها كلب والصاحب العربيه عارف، فما تقلقوش يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده دي الكاميرات بتاعه العربيه. بص اليمين والشمال واللي ورا كمان، تقدر تتحكم في كل حاجه وتشوف كل حاجه انت عايزها. فطبعا الموضوع السكيورتي هنا في تسلا حلو جدا، وخصوصا ان هي كمان لو عايز بره اكتر طبعا الموضوع بيبقى كونكتد بالنت والساتلايت، فكل ده بيبقى معروف. عندك كمان بورس تقدر تسخن الكراسي، تسخن الدريكسيون،
تعمل ديفروست للازاز اللي ورا والديفروست للازاز اللي قدام. كل حاجه انت بتتحكم فيها في العربيه دي، والشاشه دي مهمه جدا في العربيه دي. دلوقتي نطلع بقى ناخد لفه بالتسلا الموديل واي. يا رب بس الموبايل ما يقعش. hope the phone doesn't fall off. اوكي. طبعا العربيه دي رينجها حلو جدا. انت بتتكلم في رينج اللي هو في رينج ال 260 مايل which is مثلا بيخش له في 600 كيلو او اللي هو 550 كيلو. طبعا ده لو انت ماشي بالظبط ماشي تشيل، بتسيب العربيه تعمل ريجنريتيف انرجي بسهوله جدا، الكلام ده كله. في نفس الوقت العربيه دي بتيجي ببطاريه 84 كيلو وات، المستخدم منها هو 70 كيلو وات، فطبعا حلو يعني البطاريه كبيره مش قليله خالص. فطبعا لازم تكون بتمشي رينج عالي زي ما انتم شايفين كده. احنا اصلا من الصبح قاعدين بنلف بيها العربيه 92%، فده حلو جدا. البطاريه زي ما انا كنت بقول ان هي 70 كيلو وات، فطبعا الموضوع ده لذيذ مش وحش خالص. العربيه دي بتجيب من 0% في 6.6. طبعا ده بسبب ان هي الموتور واحد. العربيه دي بتيجي بفئتين كمان او زي 2 كاتيجوريز كمان، اللي هو بتيجي اللي هي اللونج رينج بتيجي بموتورين دول موتور، ودي طبعا بتبقى اقوى وفي نفس الوقت اسرع والكلام ده كله. وبتيجي كمان بقى البريفورمانس، ودي بتبقى قويه داخله في 450 حصان 0% في اقل من 4 ثواني بشويه. فطبعا بتبقى حلوه جدا. العربيه دي اللي هي السنجل موتور انت بتحتاجها هنا وانت ماشي في المدينه، مش محتاج اكتر من ان انت توفر بنزين والكلام ده كله. في نفس الوقت العربيه برضو يا جماعه بتجري مش قليله خالص، فانت بتبقى فاكر ان هي ضعيفه بس هي مش ضعيفه. انت بتتكلم في عربيه داخله في 200 حصان في تجيب من 0% في 6 ثواني. طبعا عربياتك في مصر هي الرينج ده ممتاز عليها في الطرق اللي احنا فيها. فاحنا دلوقتي هنبدا نجرب كده واحده واحده العربيه، نشوفها. برضو العفشه بتاعتها اصلا كلها مالتي لينك، فالعفشه منفصله كلها عن بعضها، فالموضوع ده بيخلي ان انت بتحس بكل حاجه شويه وانت ماشي. خلي بالك العربيه دي بتيجي بجنط 19 اللي هو 255 على 45، فالجنط كبير. هل ده هيوفر مثلا في فكره الازعاج والكلام ده كله؟ لا ما اعتقدش، وهتلاقي فيه صوت كاوتش شويه، خصوصا كمان ان مفيش موتور انت بتسمعه، انت بتسمع بس هو صوت الكاوتش والكلام ده كله. نجرب كل حاجه دلوقتي ونشوف كده الموضوع بيمشي ازاي. وطبعا سواقتها مريحه جدا بصراحه. انا من الناس المعجبين بعربيات الكهرباء، خصوصا لما تبقى عربيه هاي كواليتي وفي نفس الوقت متقفله كويس وفي نفس الوقت كمان تكون سريعه كده. طبعا عربيات الكهرباء كلها بتبقى كده سريعه ومفيش اي حاجه هتلاقيها اضعف من كده في الرينج برايس ده، اللي هو مثلا ممكن نقارن العربيه دي بالاي دي 6 تقريبا، والاي دي 4 طبعا اللي هي البرو اللي هي اعلى واحده. ماشي دي ممكن تبقى اغلى شويه، بس خلي بالك برضو ان العربيه دي انت راكب تسلا مش راكب برضو حاجه قليله خالص. طب احنا هنجرب دلوقتي الاكسلريشن بتاع العربيه برضو. حاول كده من غير ما الكاميرا تقع. 0-100 يلا. المفروض بتجيب من 0-100 في 6.6. هي كده دلوقتي كده جابت 100 اهي. طبعا هي سريعه جدا يعني قشطه يعني. طبعا بالنسبه لعربيات الكهرباء الموضوع ده يعني ده الطبيعي بتاعها، اللي هو انستنت تورك. بتلاقيها على طول بتدوس بنزين تلاقي على طول حاضره، على طول اول ما تدوس الدواسه بتلاقيها اتحركت. فده موضوع لذيذ. زي ما انتم شايفين طبعا العربيه شايفه كل حاجه في الشاشه، شايفه العربيات اللي حواليا، شايفه الاتوبيس، شايفه الكلام ده كله. لو اديت اشاره زي ما انتم شايفين بتطلع المرايه الكاميرا اللي شمالي، ولو انا اديت اشاره اليمين برضو نفس الفكره. فطبعا المواضيع دي كلها برضو بتساعد على السواقه وبتريحك في السواقه، مش محتاج ان انت تبص على المرايه قوي، فالموضوع ده بيبقى لذيذ. هنحاول برضو نجرب الاوتو بايلوت، بس الاوتو بايلوت اصله هنا لازم تبقى في السبيد الليميتد سبيد، فهنحاول نظبط الموضوع ده يعني.
هي دلوقتي مثلا ايه ماكسيمم سبيد 40. حاول واحده واحده. تعالوا دلوقتي نجرب موضوع الاوتو بايلوت واحده واحده كده. طبعا هو شايف العربيات وشايف كل حاجه، مش شايف مطبات طبعا، بس ايه اللي احنا هنبقى شايفين ان المطب ده ما في، يعني الطريق ده ما فيهوش مطبات، فهنجرب القصه دي دلوقتي. هنحط دلوقتي هنا، نمشي هنا مثلا، نديها واحده كده. هي دلوقتي كده المفروض بتمشي بس ماكسيمم 40 برضه، فهي دي المشكله. بس هي شايفه العربيات اللي حواليها، عربيه ماشيه بس برضو في الليميتد سبيد بتاعه الطريق، فانت تقدر تفضل ماشي وهي هتحود بيك عادي جدا من غير ما تحتاج اي حاجه. بس طبعا موضوع ان هي ماشيه لوحدها على سرعه بطيئه دي ممكن تبقى اوبشن، ممكن عايز يتظبط، بس غير كده الموضوع اهو لذيذ عادي يعني. حاول طب نعلي السبيد عادي جدا اهي، زي ما انتم شايفين كده العربيه ماشيه لوحدها مفيش اي حاجه. هي شايفه العربيات اللي حواليها، شايفه كل حاجه، بتدوس فرامل، بتمشي مع العربيات اللي قدامها، الكلام ده كله. بس خلي بالك عشان احنا ماشيين جوه المدينه، فطبعا السرعه بتبقى قليله جدا يعني. بص هي اللي بتزود بنزين لوحدها، انا مش بدوس حاجه، في نفس الوقت هي اللي بتمشي كده زي ما انتم شايفين، فالموضوع عادي. طبعا هي شافت العربيه اللي قدامها بتدوس فرامل، فداست فرامل بس فصلت طبعا عشان انا دوست فرامل دلوقتي. بس وده كان ريفيو بتاع التسلا موديل واي. يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي فولو وسبسكرايب، وابعتوا لي العربيات اللي انتوا عايزيني اعمل لها ريفيوهات. يلا مع السلامه.